يا مساء الفل، مساء السعادة، مساء الخير على عيونكم يا أحلى أخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام. ويلا بينا النهاردة إن شاء الله نعمله كده أكلة في البيت خفيفة كده سريعة. ويعني عايزة أقول لكم يعني هي يعني نحاول إن إحنا بنوفر شوية. هنبدأ الفيديو بتاعنا الأول بس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حطوا لايك كده من أول الفيديو، واللي ما اشتركش يا ريت يشترك وينورني في القناة. عايزاكم بس تشجعوني في الفيديوهات اللي انا عاملاها في البيت يا جماعه، تمام؟ عشان برضو يعني ابقى اشارككم يومي، تعرفوا يعني برضو إيه انا بطبخ وبعرف اطبخ ولا ما بعرفش. عايزاكم برضو تقولوا لي في الكومنتات رايكم إيه في طبيخي، في اكلي، في بيتي. إيه عايزاكم تشجعوني علشان انا اكتر الوقت ان انا ما بقدرش ان انا انزل دلوقتي، الجو حر جدا. فيعني هيبقى فيديو بره وفيديو في البيت يعني، على قد ما تقدروا كده حطوا لايكات بقى وشجعوني. يلا بينا النهارده بقى ان شاء الله هقول لكم انا هطبخ ايه النهارده. طيب يا شمس، النهارده ايه؟ النهارده سبت يا جماعه، فانا ما نزلتش عشان بصراحه ابني كان ضرسه وجعه، فرحت معاه للدكتور. فبصراحه كسلت ان انا انزل اصور النهارده. كان عندي فيديو اللي هو بتاع السوق بابا مربشه، كنت مصوراه امبارح الجمعه فنزلته لكم النهارده. ابني بقى كان حاشي الضرس بتاعه في العيد، تمام؟ فجي بقى في العيد ببص لقيت تاني يوم، يعني بعد العيد باربع ايام بعد اجازه العيد ما خلصت، لقيت الضرس بدا يوجعه وورم، عمل خراج. فرحت بيه للدكتور تاني، ظبطهوله وكده واداله مضاد حيوي ونشف الورم. كان خراج وخلاص. لقيت بقى اتضح ان من 3 ايام لقيت الخراج رجع تاني. بعد طبعا انا يعني كنت حشيه، فانا مش عارفه إيه اللي حصل. اول مره يعني ان انا بصراحه كنت حاشيه ضرس قبل كده، ما فيش يعني خراج ولا كده، ما بيعملش كده. فانا بصراحه لما لقيته بقى من يوم، من 3 ايام او 4 ايام كده لقيته ورم تاني و... وعامل خراج. رحت رايحه بيه النهارده للدكتور. مش عارفه إيه اللي بيحصل ده. عمل له كده باللي هو بتاع الادوات بتاعه السنان دي. عمل له كده لقى الخراج بصراحه كبير وبصراحه كان شكله غريب. المهم قلت للدكتور طب ده يا دكتور، ده من الحشو حضرتك؟ اكيد يعني ده من الحشو، يعني انت ممكن تكون ما نضفتش كويس او حاجه. قال لي لا، ده هي السنه لسه ملتهبه. طب يا دكتور اشمعنى لسه اللي هي جايه تحت الضرس بس هي اللي ملتهبه وهي اللي عامله خراج؟ ليه مش بقيه اللي لسه؟ يعني اذا ان الضرس اللي محشي هو اللي فيه طبعا المشكله. المهم يجيبني شمال ويقول لي مش عارف ايه. المهم انا بصراحه مش مقتنعه خالص، وقلت له يا دكتور دلوقتي انا الضرس ده بقالي اسبوع بدي الولا مضاد حيوي علشان ينشف الخراج ده، وبصراحه الولا معدته وجعته من كتر البرشام. قلت له يا دكتور الضرس ده لو كنت انت قلت لي من الاول انا ما احشيهوش، انا اخلعه احسن. كان اريح من كده، لان الولد بصراحه اتبهدل. يعني انا من العيد والولد برضو بيشتكي إيه حكايه الضرس ده، اللي مره يتخلع يعني يتحشى، وفي الاخر برضو النهارده خلعته. قلت اخر ما زهقت قلت له اخلعه. فقال لي لا، هو فعلا عايز يتخلع لانه بصراحه بايظ جامد ومش عارفه ايه. المهم في الاول وفي الاخر راح مديله بابره بنج، بس بصراحه الولد كان لما خد ابره البنج بصراحه كانت صعبه يعني. اداله ابره بنج وراح خلع. فقلت ايه، المهم الحمد لله. فقلت الحمد لله. بس بصراحه ابني زعلان جدا على حكايه الدرس ده، ان هو عنده 14 سنه. فقال لي ماما شكله هيبقى مكانه فاضي وكده. وقلت له لا ان شاء الله قدام شويه اعمل لك ممكن اركب لك مكانه، ازرع لك مكانه او اي حاجه. فالحمد لله يعني. فانا جيت بصراحه كنا حوالي الظهر، كنا حوالي الساعه 1:30 وكانت الجو حر جدا. فقلت ايه اجيب سردين. فجبت سردين بقى وانا جايه. فقلت بقى ايه نعملهم مع بعض. وقلت بقى ايه يا حبايبي ايه هيعملوا معايا السردين النهارده. طيب بصوا بقى، انا فانا جبت السردين. كنت جايبه يعني ايه 2 كيلو. فانا قلت بقى ايه اقسمه. هعمل بقى ايه صينيه وهشوي الباقي، تمام؟ صليتوا بينا على النبي. طبعا السردين قبل ما بعمله صينيه لازم انضفه الاول
لان ولادي بصراحه ما بيعرفوش ياكلوا كده ببطنه كده. بصوا بنضفه الاول، بصوا بطنه يبقى ابيض كده ونضيف كده. نقعته ونضفته زي الفل كده. تمام تمام. دي بقى ايه الدقه اللي انا عاملاها. طبعا انتوا كلكم عارفينها، عباره عن توم وملح وكمون وشطه وفلفل اخضر وليمون، يعني متحبشه. هناخد حته كده نقلبها على السردين عشان ايه نتبله. تمام. بس حاولوا بقى على قد ما تقدروا زي ما انتوا ايه حابين، يعني لو انتوا حابين بقى إيه حادق وسط، طبعا بايديكم ان انتوا تملحوا زي ما انتوا عايزين. تمام كده اهو كده اتقلب كله ببعض اهو، وشرب من الايه نقلبه بقى ايه في التمليحه كده، ونبدا ايه نظبطوه. طبعا السردين ده بيتعمل على كذا حاجه، يعني ممكن تقليه، ممكن تشويه، ممكن تعمليه صينيه، ممكن تملحيه زي الفل. تمام. فاحنا بقى ايه هنعمل الصينيه كده اهو، نبدا بقى نرصه. حاولي انك انت تخلي الظهر جنب حرف الصينيه. تمام، يعني ما تخليش بطنه تبقى ايه على الحرف علشان ما ينشفش منك. بنوتات الحلوين اللي داخلين على جواز، دي طبعا صينيه السردين يعتبر من اسهل الاكل، يعني من اسهل الصواني اللي انتوا ممكن تعمليها وسريعه. يعني في ناس ما بتنضفوش، بس انا بصراحه بحب انضفه يعني عشان يبقى سهل يعني في الاكل اهو. بصوا طبعا ايه كده هو متبل خلاص. تمام. هنا بقى كنت مقشره بقى ايه بصل طرنشات زي ما انتم شايفين كده. هنمسكه بقى ايه نوزعه عليه واحده واحده كده. اللهم صل على النبي. صلوا على النبي حبايب قلبي. اللي ما اشتركش يا ريت يشترك في القناه يا حبايب قلبي. نبدا الفيديو بتاعنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حطوا لايك كده من اول الفيديو، وعايزاكم تشجعوني يعني على ان انا اعمل فيديوهات في البيت، يعني عشان يعني ايه اشارككم يومي. وبصراحه باخد رايكم برضو في حاجات معينه كده، يعني عايزاكم يعني تشجعوني في ان اصور يعني بعض الفيديوهات في البيت. إيه اوقات ان انا بكسل انزل والجو بيبقى صعب يعني بصراحه، فايه اشارككم يعني إيه يومي كده. نمسك بقى الفلفل كده شرايح بقى، ممكن تجيبي كوبي بس هو ده رومي اللي متواجد عندك يعني. تمام كده. ممكن بقى تحطي بطاطس براحتك، يعني طرنشات، تقطعي بطاطس طرنشات براحتك يعني. احنا كده حطينا البصل والفلفل، نحط بقى ايه الطماطم طرنشات كده. عارفين السردين الايام دي بصراحه زي الفل. اللي عايز بقى يملح يا جماعه وسهل جدا في التمليح. ان شاء الله بعمل لكم مره ايه فيديو على التمليح الفسيخ زي ما طلبتم، وعلى كمان السردين. اللي عايز يجيب دلوقتي ويملح ينهض نفسه. تمام كده. ده بقى برضو ليمون اهو، عاملاه طرنشات برضو. في ليمون انا كنت مقشراه وقطعته طرنشات، وفي طرنشات بقشرها زي الفل. يعني برضه عايزه ايه شباب برضه ايه عاملين فيديوهات برضه يعني يعني
حبايب قلبي. بصوا بقى نعصر كمان ايه ليمونتين كده من فوق. ليمون الايام دي رخيص، كله ب10 بقى، نعصر براحتنا بقى. ايوه تمام. حطي بقى شويه زيت كده، حطي شويه زيت كتار يعني ما تستخسريش. اهو النهارده 9، انا لسه ما جبتش التومين، ان شاء الله بكره اروح اجيب التومين. فانا عندي زيت يعني بصراحه، لما بيكون عندي الزيت او السكر وهو التومين ما فيهوش غير الزيت والسكر يعني، فبتاخر في مجال التومين، بكسل اروح اجيبه. تمام كده تمام. نيجي بقى نحط شويه ايه كمون. السردين اهم حاجه يا جماعه الكمون، الكمون والليمون. كمون وليمون، شاطره يا بنتي يا شمس. كمون وليمون، شفت الكلام بيطلع كده مترتب اهو. كمون وليمون زي الفل. ونحط حبه ملح بصات. طب ليه يا شمس؟ عشان الطماطم دي يا حبيبه قلبي من غير ملح، فنحط ايه رشه بسيطه كده في الجمال ده. بصوا الجمال. بصوا عايزين بقى تزودوا بطاطس براحتكم، تحطي بقى دي في الفرن. يلا حطي بقى في الفرن. هتعملي ايه بقى تاني يا شمس؟ هقول لكم. نص السردين ده بقى ايه؟ قلت بقى ايه؟ هشويه. تمام. بصراحه انا كنت بصور يوم الجمعه عند حسن قدوره طبعا، ونزلت لكم الفيديو. فكان شاويه وحطه في اطباق وبيبيع الطبق ب 20 جنيه. فانا قلت ليه اشتري الطبق ب 20 جنيه ليه؟ طب ما انا ايه الطبق فيه حوالي 5 سمكات ب 20 جنيه. فانا قلت لا هجيب واشوي في البيت، لانه بصراحه وقتها كان ريقي جري عليه، كان بصراحه شكله يفتح النفس. فانا بقى ايه هقول لكم ازاي نشوي في البيت ونوفر ال 15 جنيه بتوع الشهر. يلا. الصينيه دي كانت استانلس عندي فباظت، فانا بصراحه سايباها للايه لشوي السمك. ولعت النار وايه وحطيت الصينيه كده على النار. تمام كده. سيبها بقى لما تنشف وتسخن جامد، وبعدين هنشوف هنعمل ايه. جيت هنا بقى وجايبه رده، دول ب5 جنيه رده اهو، يعني دول هتستعملوهم كذا مره. شايفين 5 جنيه رده. بصوا يا جماعه، في الحته دي فيها تكه بسيطه. ايه هي بقى؟ ان لازم الصينيه تسخن على الجامد، تبقى يعني تسخن على اخرها. طب ليه بقى؟ هقول لكم. لو الصينيه بارده وانت حطيت السردين عليها هيلزق في الصينيه، فلازم تبقى سخنه سخنه قوي يعني. طب نعرف ازاي انها سخنت يا شمس؟ بصوا بقى نحط حبه رده كده، هتبص تلاقيهم ايه اتحرقوا منك كده، يبقى هي كده سخنه. تمام. ما حدش يحط يا جماعه، سواء بقى سردين سواء اي سمك حبيتي تشوفي في البيت، ما تحطيش السمك والصينيه بارده، لازم تكون سخنه. حط حبه رده كده، هتعرف ان ما يتحرقوا يبقى هي كده سخنه. تمام كده. ونمسك بقى السردين. السردين بقى وانا بشويه انا ما بنضفوش، لان لو نضفته هيترى مني. بصوا بقى يا جماعه، انا السردين وانا بشويه ما بنضفوش. سردينه بحالها اهي، يا دوبك شطفتها بس وغسلتها كده من بره بالدقيق. تمام كده اهو. صلوا بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. كده اتغرقت ايه رد.
اهو. حاولي بقى كده ايه ترصي واحده جنب واحده. بس عايزه اقول لكم حاجه يا حبايب قلبي، ان البوتاجاز لازم يكون عالي، تبقى نار عاليه، ما توطيش البوتاجاز عليه. ليه؟ عشان ما يبقاش منك. السمك وهو بيتشوى عايز نار عاليه، سواء بقى في الفرن سواء على البوتاجاز. وعندك بقى شفاط لازم تكوني مشغلاه عشان يسحب لك الدخانه. وفي حاجه كمان تكوني فاتحه ايه شباك، تكوني بقى عندك شبابيك ولا حاجه تكوني مفتحاها عشان بس ايه, ما يعملكيش دخانه في الشقه. والدخانه دي بتبقى يعني برده سمك ومشوي بيبقى طبعا زفر يعني. بس كده مش عايزين نكتر، علشان في حروف مش بتبقى يعني ايه مش بتبقى على البوتاجاز، يعني بتبقى سخنه قوي. فاحنا كده يا دوبك حلو قوي عشان نعرف نقلب. تمام كده. هتيجي تقلبي، لا اقول لك لا ما تقلبيش، ما تقلبيش دلوقتي يا حبايب قلبي. ليه؟ مش اول ما تحطي السمك ما تقلبيش، قلب بعد شويه، يعني بعد ما تحسي ان هو خلاص يعني ايه, اتحمر من ناحيه واتشوى من ناحيه. عشان لو قلبتي من دلوقتي هتبصي تلاقيه لازق منك وهيتهرى منك. بس ممكن بقى ايه لو البوتاجاز عندك مش مظبوط زي حالاتي كده، ممكن عادي في حته خلقه كده امسكي الصينيه ولفيها كده عشان كله يبقى زي بعض. شويه رز اهو ابيض. تمام خلاص كده. هعمل شويه طحين على ما يتشوى والصينيه في الفرن. نعمل بقى الطحينه بتاعتنا. يلا بينا. انا بقى بجيب الطحينه دي سايبه جميله جدا. الكيلو بكام؟ كيلو ب 130 جنيه يا جماعه. بصي تقيله ازاي، كتير قوي كده. ادي الطحينه. قشرت فص ثوم هنقطعه بقى ايه حتت صغيره كده، وممكن تدقيه وممكن تفرميه براحتك. هو فص واحد اللي انا بحطه على الطحينه. شويه زيت، حط بقى شويه زيت كده حلوين، يعني حوالي معلقتين زيت. ونحط بقى ايه شويه خل كده كده مع بعض. بصوا تقعدوا تقلبوها كده لحد ما تبقى ايه تتقل معاكي كده. بعدين نفكها بايه؟ نفكها بميه سخنه، يعني مش سخنه قوي، يعني ميه دافيه يعني. تمام. هنحطها بقى في التلاجة شويه على ما نخلص اكل. نيجي بقى على السردين ونقلبوه. يلا بينا. بصوا مش لازق معاكي اهو. ليه بقى؟ عشان انا ما قلبتوش خالص، قلبته بس لما حسيت خلاص ان هو احمر معايا، ان هو خلاص اتشوى يعني من الناحيه دي. قلبوا بقى على الناحيه التانيه كده زي ما انتم شايفين كده اهو. ما شاء الله ما لزقش معاكي ولا حاجه اهو. شايفين؟ على فكره السردين ده سمين، هتلاقيه فيه دهون من جوه عشان بينزل. بصوا يعني الدخانه دي كتيره. ليه بقى الدخانه دي كتيره؟ علشان ان هو فيه دهون بتنزل منه يا جماعه فبتسيح. لان اللي انا نضفته ده، اللي انا عملته صينيه ونضفته، كان فيه دهون اهو. بصوا
حد يقول لي شاطره يا شمس، حد يشجعني يا جماعه، حطوا لايكات بقى على قد ما تقدروا. اهو شفتوا؟ طبعا حاجه بتعملها في بيتك بتبقى لها طبعا طعم، وانت كمان بتبقي مستعمله حاجه لاول مره. يعني ايه لاول مره؟ ان انت يعني بتبقي الرده عاملاها يعني مش معمول عليها كذا مره، حاجه طبعا في البيت بتبقى انضف يعني. الدقه برضو بتملحي، بتبقى اول مره تملحي بيها، ما تبقاش اتملحت بقى قبل كده، لان طبعا انتوا عارفين المطاعم والمحلات وكده بتبقى الدقه يعني بيتعمل فيها كذا كذا سمك وكده يعني. فالحاجه في بيتك بتبقى انضف وما بياخدش حاجه. يعني انت عشان تشويهم بره تدفعي 40 جنيه على 2 كيلو ولا 30 جنيه، لا انت كده وفرتيهم وجبتي 5 جنيه رده. بس 5 جنيه رده دي هتشوي لك كذا مره. خلاص كده قرب بقى ان هو ايه، خلاص. الجنب بقى افردي كده حطي فيه، ما تسيبيش الجنب فاضي برده علشان ايه ما تستعمليش نار كتير. نعمله بقى شويه سلطه كده على السريع. ادينا بقى ايه عصرة ليمونة كده كمان. خلصنا السردين المشوي، تعالوا بينا بقى نشوف صينية السردين. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. كمان الطحينه بتاعتنا كده. خلصنا الاكله بتاعتنا النهارده، وايه رايكم بقى في الاكله السريعه زي الفل دي؟ كده الطحينه بتاعتنا هي، وكده السلطه تمام كده. كده السردين، ايه رايكم بقى في السردين المشوي وصينيه السردين زي الفل؟ شايفين الجمال؟ وده كده الرز بتاعنا اهو. خلاص عملنا رز ابيض، بارك الله فيما رزق.